السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بيكم. زي ما انتم شايفين قدامكم كده، البط اللي عندنا دلوقتي هو قف الريش، فاحنا عاوزين نقلل بقى من تكاليف الأكل اللي عندنا. فاحنا عندنا هنا جايبين خلطتين اتنين، الخلطتين الاتنين دول نقدر اللي احنا نأكلهم من البط مباشر، طبعا هم سعرهم أقل من العلف بكتير، وهيساعدوا اننا نقلل في التكاليف بإذن الله، وكمان هم هيبقوا مفيدين لأن عندنا خلطة فيها تقريبا بروتينها 16%، وده كويس جدا. وهي الخلطه دي اصلا يعني هي خلطه تسمين للمواشي، بس تمشي معانا جدا للبط، وبتعمل نتائج كويسه عن تجربه، يعني احنا مجربينها معانا. ونقدر نضيف عليها بواقي الاكل اللي بتبقى موجوده عندنا، او بواقي مطاعم لو احنا نعرف نجيبها. ولو عندك مثلا حته فول او كسر رز، او مثلا كسر مكرونه، او الحاجات دي كلها، او البقايا المخلفات اللي كنا اتكلمنا عنها اللي هي بتاعه المطاعم، نقدر نضيفها على كل خلطه من الاثنين وتشيل معانا. الخلطه ممكن تشيل، وممكن كمان انت تقلل من ثمنها، لان الخلطه فيهم تقريبا بتعمل من حوالي من 15 لغايه 18 جنيه، ده سعرهم. طبعا هي مقارنه بالعلف هي سعرها كويس، لو احنا هنقارنها بسعر العلف اللي موجود هي سعرها كويس. وفي عندنا كمان حاجه اسمها ان ممكن ناكل العلف البياض كمان للبط، العلف برضو 20 16% بروتين، وده كويس جدا ممكن ناكل فيه. بس احنا قلنا عندنا البط دلوقتي، احنا اللي عندنا البط ده قدامك، البط اللي قدامنا دلوقتي فرنساوي بيور. طب انا لو عندي بط مسكوفي قلنا بناكله اما البط يكون قف الريش، اما البط يكون قف الريش بنبتدي نحط له الخلطات دي، عشان خاطر حاجه من اتنين: يا اما البطه تثبت مكانها او تزيد، بس بتزيد بالراحه، اما لو انا باكل بقى عشان خاطر ايه ما تخسش. يعني هو الخلطه دي او الخلطه دي باذن الله تحافظ على ان الطيور اللي عندنا ديت ما تخسش، بل ان هي ممكن تزيد باذن الله كمان معانا. بالاضافه اللي هي كمان بتشيل معانا بقى بواقي الاكل والحاجات دي كله. اللي عندك بقى عيش انت منشفه وعرفت تجيبه، وعندك الرده البلد عشان خاطر سعرها كويس، ممكن تضيفها الخلطه من الخلطتين تمشي معاك مفيش مشكله. وهنوريكم دلوقتي الخلطات ديت هي عباره عن ايه، وازاي نقدر نضيف عليها حاجات تاني، وممكن نعملها زي ما عملنا الفيديو اللي هو بتاع الخلطه ب 8 جنيه، اللي احنا ممكن لو احنا عرفنا نوفر مثلا بطاطس فرز، بطاطا فرز ولا اي حاجه، ونضيفها على الاثنين، نقدر نلفهم وهنوريكم دلوقتي احنا ازاي بنعملهم. يعني نقدر نلفهم وناكل منهم الطيور. وزي ما انتم شايفين البط الفرنساوي بيقول بسم الله ما شاء الله قدامكم اهوت. طبعا عايزين البط اللي قدامكم دي تقريبا 3 كيلو يعني. هنوري بقى حضراتكم دلوقتي الخلطات اللي احنا عندنا هي ايه، احنا جايبينها معانا ايه. طبعا بقى نسينا نقول لحضراتكم من الخلطتين اللي موجودين معانا. اولا الخلطه اللي موجوده اللي هي بتاعت الحمام دي خلطه الرحمه، ودي خلطه سوبر، واحنا مجربينها وعارفين ان الخلطه فيها ايه. حتى العلف اللي فيها زي ما قلنا من شويه 17% بروتين، يعني علف كويس جدا، لان في بعض الناس بتحط بعض الاعلاف اللي مش كويسه. فانت اشتغل على الخلطات اللي مشهوره عندك خلطه سوبر بتاعت حمام، ابتدي اكل منها الطيور، وباذن الله تجيب معاك نتائج كويسه، بالذات مع البط تعمل نتائج كويسه جدا. الخلطه التانيه اللي هي بتاعه المواشي، الخلطه اللي هي 16% بروتين، اللي هي عندنا خلطتين اتنين: خلطه الرحمه وكنا جبناها قبل كده وريناها للناس، وفي عندنا بقى خلطه المراعي اللي احنا جبناها النهارده واشتغلنا عليها، اللي احنا قلنا عليها بنضاف عليها الملاز. طبعا الملاز ده اللي هو مخلفات العسل، يعني الملاز ده كويس جدا. ليه؟ لانه يعني بيجذب الطيور، او بيفتح نفس الطير على الاكل، او بيخليهم ايه يقبلوا على الاكل وياكلوا منه كميات كبيره، وكمان تستفيد منه الطيور. زي ما انتم شايفين قدامكم الملاز ده مهم جدا. يبقى احنا بنجيب خلطتين يكونوا مشهورين، احنا عندنا مثلا خلطه المراعي والرحم. شوف انت بقى الخلطات اللي عندك اللي كويسه وعامله نتائج مع الناس كويسه، واشتغل عليهم واكل، وده كله هيوفر معاك. اما بالنسبه لعلف البياض، فده فكره انك تاكل علف البياض بدل ما تاكل علف خشن غالي. اه، استقبل على العلف اللي هو البادي 23، وبعد ما تيجي تاكل خشن ممكن تاكل بياض 16% او 14. البط هيستقبل وهيشيل معاك، وتمنه برضه هيكون حنين، وتقدر تشيله دش ورده زي ما قلنا. ولو عندك عيش وحاجات من دي، ده كلها ايه سبل او طرق بنقدر من خلالها نوفر شويه في تكاليف الاكل، وباذن الله تعمل معاكم نتائج كويسه. اولا كده الخلطه اللي قدامكم ديت هي خلطه تسمين، اللي هي خلطه المواشي التسمين دي 16% بروتين. وزي ما انتم شايفين طبعا هي الخلطه ديت نضاف عليها بذرة قطن زي ما انتم شايفين كده اهوت، وقشر فول، وفيها بذرة قطن وقشر فول ورده. وهي خلطه جميله جدا، بالاضافه ان هي متضاف عليها كمان متضاف عليها ملاس، والملاس ده كمان بيخلي ريحتها كويسه جدا. حتى انتم ملاحظين ان الطيور ايه عماله تجري عليها عشان تاكلها. طبعا الخلطه ديت احنا نقدر نشيلها زي ما قلنا. لو احنا جبنا مثلا نحط رز، لو احنا عندنا نحط رز ممكن، بس اهم حاجه ان احنا يعني الحاجات دي كلها ممكن نسلقها، يعني نسلقها او نسويها ونضيفها على الخلطه دي. لو قلبناها كويسه جدا بتبقى جميله جدا. الخلطه اللي انتم شايفينها دي مفيش فيها مشكله، يعني خلطه كويسه جدا وبروتينها عالي جدا. وكمان هي مضاف عليها فول صويا، بالاضافه ان هي عليها رده وعليها ايه
وعليها ذره كمان، في ذره ناعم موجوده اهوت والبذره، بس عشان خاطر الدكتور بس هتبهدلها معانا. هي الخلطه دي كويسه جدا، فانا اقدر اشيلها واقدر الفها بعيش واقدر الفها برده بميه لو انا عاوز الفها. يعني ايه، كل البقايا الاكل اللي موجوده عندنا نقدر نحطها عليه ونشتغل عليه فيه. الخلطه التانيه بقى احنا نضطر بس نحطهم على بعض وبعدين نبقى نلفهم انا بايه. والخلطه التانيه دي بقى اللي زي ما انتم شايفين كده، هي دي خلطه حمام. والفكره هنا جت من مين؟ ان في حد من اللي عندنا بياخد الخلطه دي بكميات كبيره، فبنقول له عندك زغاليل ولا حاجه، فقال لي لا ده انا باخدها باكلها للبط. زي ما انتم شايفين بقى خلطه الحمام دي مميزه جدا. اولا ليه؟ اولا هي فيها فول زي ما انتم شايفين، فيها ذره، فيها علف كمان، العلف اللي فيها 17% بروتين، بالاضافه للعويجه، بالاضافه للبسله. لو انتم كنتوا فاكرين الفيديو بتاع البقوليات وقلنا ان البسله والحاجات دي كلها انتم شايفين الطيور عماله تجري عليها اهيت، انا لسه الفها لهم بس بالميه. الحاجات دي كلها ينفع الخلطه ديت ان انا اعمل فيها البطاطا او البطاطس زي ما انا قلت قبل كده، ان انا اجيبهم واخليهم منشيين واقلب كله ببعضه والطيور هتاكل منها مفيش اي مشكله. والخلطه اللي تحت محطوط مضاف عليها مناس، خلطه اللي هي اهي، خلطه اهي مش عارف اي باينه قدام حضراتكم، الخلطه دي منضاف عليها مناس، والمناس ده بيخلي اللي هو مخلفات العسل الاسمر يعني، ده جميل جدا وبيخلي كمان الطيور تبقى تقبل على الاكل كويس جدا. ونقدر الخلطه اللي موجوده عندي، لو انا عندي مثلا رده، عندي سيرسو عاوز اضيفه، عندي عيش، قلنا كسر مكرونه، حته رز ولا اي حاجه، اقدر اسلق الحاجات دي كلها واقلب كل الخلطه ديت معاهم باذن الله تعمل نتائج كويسه جدا مع البط. والطيور اصلا بتاكلها، يعني الطيور كده كده بتاكلها مفيش فيها اي مشكله. احنا بقى الخلطه اللي عندنا دي احنا هنلفها لكم دلوقتي. للاسف يعني احنا ما جبناش بقى لا بطاطا ولا جبنا بطاطس المره دي، فهنلفها لكم بالميه كلها ببعضها اهي، بحيث ان الطيور تاكلها كلها زي ما انتم شايفين. طبعا هو موضوع ان احنا بنحط الميه او بنلفها بالبطاطس او البطاطا ديت، الهدف من الموضوع ده ايه؟ الهدف من الموضوع ده ان الخلطه كلها، يعني الطيور اما تاكل الخلطه كلها على بعضها، لان بيبقى فيها ناعم وفيها حاجات كده اضافات. لو عاوز تضيف العلف اللي هو البياض او تاكد بالعلف البياض، برضو الطيور العلف البياض يشيل معاك مفيش فيها مشكله خالص، انك ممكن تحط علف بياض مع دش مع رده، مع انك تجيب له بقى كمان ايه بقايا الاكل اللي تبقى موجوده وناكل منها، وباذن الله كله يشيل معانا في الاكل ويعمل معانا نتائج كويسه. طبعا زي ما انتم شايفين كده الطيور بتاكل منها اهيت، لان هي طبعا الخلطه ديت وديت كويسه، فالخلطات دي تقدر تشيل معانا، وكمان هي هتوفر معانا في الاكل باذن الله، يعني هي هتوفر معانا كتير جدا في الاكل. لان احنا لو احنا قلنا اللي احنا لو ضفنا عليها الحاجات اللي قلنا عليها، الكسر الرز او حته الرز او اللي هو المطبوخ، وكسر المكرونه، الحاجات دي كلها تبقى اسعارها رخيصه بالنسبه للاسعار ديت. والخلطات ديت لو احنا مشيناها مثلا كيلو الكيلو من الحاجات ديت هتبقى كويسه وهتعمل معاكم نتائج كويسه باذن الله مع الطيور. زي ما انتم شايفين الطيور بتاكل منها هي الحمد لله، يعني لان هي خلطه كويسه جدا، يعني احنا مجربينها كتير مع الناس وناس كتير شكرت فيها باذن الله، يعني وباذن الله تعمل معاكم نتائج كويسه. ودي طبعا هي بالنسبه للعلف هي رخيصه جدا، وبكده نقدر نربي وما نشيلش هم، يعني اللي فيه بدائل كتيره متوفره هي غير العلف عشان ما نعتمدش على الاعلاف اعتماد كلي يعني. ولو عجبنا الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.